فقرتنا الأولى لهذا اليوم نتحدث عن شكوى الأهلي المصري ضد الهلال السوداني في المباراة الماضية. في فقرتنا الثالثة سنعيد أبرز العناوين الرياضية التي صدرت في صحفي السودان صبيحة هذا اليوم. طيب، السوشيال ميديا السودانية والمصرية من بعد ومن قبل مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، السوشيال ميديا السودانية مشتعلة اشتعال على أعلى مستوى نسبة لقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بحرمان جماهير الهلال السوداني من دخول هذه المباراة. زي ما صدر في قرار الاتحاد، تحاملت الجماهير السورية وجماهير الهلال على نفسها كثيرا وارتضت بهذا القرار وتابعت المباراة عبر الوسائط المختلفة وعبر القنوات الفضائية، وانتهت المباراة بفوز الهلال السوداني كما تعلمون وتعرفون بهدف دون مقابل. أساسا قبل المباراة ما تبدأ الأجواء مشحونة تماما. دائما مباريات الهلال السوداني والأهلي المصري قبل ما تبدأ بيومين أو 3 يوم أو على الأقل أسبوع بتكون في اشتعال في الأجواء بصورة عامة لقوة المباراة بين الطرفين الكبيرين. معروف الأهلي المصري بعد المباراة قدم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، يعني بأكاذيب ومبالغات في هذه الشكوى. طيب، الأهلي المصري ده في 10 يوم الفاتت أو في 15 يوم أو 20 يوم الفاتت دي الهزيمة الثالثة توالية مع بعض. معروف الأهلي المصري ده من زمان ما بيقبل الهزيمة لنفسه. معروف على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى الوطن العربي هو ابن الكاف المدلل. ما غريب يعني على الناس انه الاهلي المصري يقدم شكوى في الهلال السوداني. مالين السوشيال ميديا المصرية ومالين الإعلام المصري مبالغات وأكاذيب وكلام يعني من وحي الخيال. يعني ما تتهزم المشكلة شنو دي ما كرة قدم. يعني العنصر الجيد هو بيغلب في المباراة. معروف يعني ايش معنى الأهلي المصري تحديدا كل ما يلعب مباراة كبيرة على أعلى مستوى ينهزم زمبريطة وكواريك وملغمين الأجواء بالكلام الكثير والكلام الفارغ. ما بتستحمل هزيمة في شنو يعني. خلاص هاي بطل القرن ببطولات إفريقية معروفة عند الناس دي ما فيها شك. الكواريك والجوطة والمشاكل وتفاصيل في شنو يعني هل أي مباراة يلعبها الأهلي المصري مع أي فريق يعني لازم يغلب؟ لازم يفتحوا له المباراة عشان ينتصر فيها؟ نحن ما متابعين السوشيال ميديا المصرية ومتابعين الإعلام المصري ما خلوا حاجة للسودان ولا خلوا حاجة للشعب السوداني ولا خلوا حاجة للهلال السوداني. حتى نشطاء السوشيال ميديا على مستوى السوشيال ميديا المصرية تابعين للأهلي المصري كواريك وعاملين مظاهرات وعاملين مليونيات في السوشيال ميديا. الأهلي المصري ده ما جاء السودان يعني عملوا له استقبال على أعلى مستوى، إغامة في أرغى الفنادق على مستوى الخرطوم، برج الفاتح بالخرطوم. تابعنا مسيرته ومشواره لحد ما وصل ملعب استاد الهلال، لحد ما أدى التمرين الأول. هم داخل يعني قاعة الضيافة في ملعب استاد الهلال ضيافة على أعلى مستوى. ما بنكرمك كرياضيين سودانيين، بنكرمك جوا الميدان وبنكرمك برا الميدان. المشكله شنو يعني جوا الميدان ده انت عامل مشاكل وجوطه وكواريك واعتداءات على طبيب الفريق واعتداءات على اللاعبين. الكلام ده كله نحن متابعينه. ما عندنا ناس كانوا موجودين داخل الاستاد ما حكوا لنا كل التفاصيل الحاصله جوا يعني من قبل نجوم ولاعبي الاهلي المصري. وكل المشاكل دي بتبدا من حارس الفريق. يعني ما عندنا صور وعندنا فيديوهات وعندنا مستندات موجودة في مباراة ريال مدريد عامل مشاكل على أعلى مستوى الحارس. ما ماخذ 4 عامل مشاكل. لعيبة الأهلي المصري ذاتهم بيحجزوا في الحارس بتاعهم. مباراة فلامينغو مغلوبين 4. الشناوي عامل مشاكل على أعلى مستوى.
هو من يقود المشاكل على مستوى فرقه الاهلي المصري. ما دي كوره، المشكله شنو يعني؟ بكلام الرياضيين او الناس في الشارع، انت ماكله معك جنب في شنو؟ الاهلي المصري، ريال مدريد ما غلبك، فلامينجو ما الهلال السوداني غلبك. ما دي كره قدم يعني؟ هالة إعلامية وعاملين شو مظاهرات ومليونيات في السوشيال ميديا المصرية. ما مشكلة الهلال السوداني بيمشي مصر وبيغلب الثاني يعني. الجماهير اتحاملت على نفيسها وتابعت المباراة بقلوبها وافئدتهم عبر الوسائط وعبر قناة البين سبورت، وضغط على نفيسها، احترمت قرار الكاف يعني. واساسا اذا في لومه نحن بنلوم الاتحاد السوداني لكره القدم يعني، لانه ما بيدافع عن الانديه بتاعته المشاركه في البطولات الافريقيه. ما كان يكون عنده برضه موقف قوي الان في المشاكل عمل الاهلي المصري، يكون برضه عنده موقف. ما كان في موقف مخزي لما طلع قرار الكاف، لانك انت ما بتدافع عن الانديه السودانيه بتاعتك، يعملوا فيها الدارين يعملوا، وانت لاعب دور المتفرج. المباراة انتهت عاملين مشاكل وزيطة وزنبريطة ومشاكل وشكوى ومظاهرات في السوشيال ميديا ومليونيات في الإعلام المصري، وشتيمة في الرياضيين السوداني، وشتيمة في الشعب السوداني. ما في النهاية دي ما كرة قدم. شنو يعني لو تغلب الأهلي المصري؟ حاصل شنو يعني؟ ما يتغلب يا أخي لو تغلب الأهلي المصري، يجي تاني السودان تاني تغلب. المشكلة شنو يعني؟ يا اخي الانديه السودانيه دي عندها رجاله موجودين اللي بيدافعوا عنها، الان يتعامل برده فعل بعقل وبحكمه. عنده شكوى موضوع ممكن كان برضه يقدمها للكاف يعني. يقول لك والله يا اخي التمرين الوحيد اللي ادونا له في استاد الهلال، يلعبوك بالنهار عامل مشاكل، يلعبوك بالمساء عامل مشاكل، يفضلوا الاستاد من الجماهير عاملين مشاكل. فعلا الاهلي المصري هو فتى الكاف المدلل. دي اصلا ما في كلام، معروفه، العالم كله عارف الكلام ده. ايش معنى لما تغلي في كورتين 3 4 كور ورا بعض يعملوا مشاكل وإساءات وشتيمه ونبز وكلام فارغ كثير يعني. يا اخي الهلال السوداني ده بنجومه بلعيبته بكره بيمشي مصر بيغلبوك تاني يعني، ما في مشكله. ما ممكن هسي النشطاء انصار الهلال ممكن هسه يعملوا فيديوهات على اعلى مستوى، بالمناسبه ينشروها على مستوى السوشيال ميديا المصريه عشان يدافعوا عن الشكل الحاصل ده. شوف الحق ده ما حق يا جماعه، سواء كان زيد بيشجع المريخ او سواء كان زيد بيشجع الهلال، ولا كان انا بشجع المريخ ولا بشجع المورده ولا بشجع الاهلي المدني ولا بشجع حي الوادي نيالا. في النهايه دي كوره سودانيه، بمثل الكوره السودانيه دي نحن بنطلع طوالي بنتكلم. نحن لما نلقى قاده الاتحاد السوداني ما بيتكلموا في كل التفاصيل اللي حصل، نحكي اعلامي بنتكلم. نشطاء السوشيال ميديا الموجودين انصار الهلال ما بيغلبوا يعملوا فيديوهاتهم ويتكلموا ويعملوا دارين يعملوا في الاهلي المصري. ما في انديه كثيره في افريقيا دي يا اخي اتهزمت هنا واتهزمت هناك وتعادلت هنا. ايش معنى الاهلي المصري ده بالذات لما يلعب كوره في السودان العالم كله بيتكلم عنه، الوطن العربي كله بيتكلم عن الاهلي المصري. سوى الاهلي المصري مرق، الاهلي المصري عامل، الاهلي المصري اكلت معه جنبه تعادل، اكلت معه جنبه غيروه، اكلت معه جنبه غلبوه، عاملين مشاكل يتضاربوا مع الناس وبتاع. في شنو يعني؟ يا اخي ما تغلب كانت غلبت يا اخي، المشكله شنو يعني؟ ما في هذا التعامل ذاته المثالي، والتعامل بالعاطفه، والتعامل والله يا اخي نحن ابناء وادي النيل ونحن ابناء شعب النيل الواحد. الكلام زي ده في لما يصل مرحله الشتيمه والحقاره والسبو وتقليل قيمه الشعب السوداني ما يفعل الكلام ده في المساله دي يعني. انت ذاتك كمجلس اداره نادي الهلال ما في تجاوزات حصلت، في تجاوزات الناس ما بتعرف عنها حاجه حصلت من البعثه كلها. هذا ما عنده شكوى موجوده مش يقدمها. التعامل بالمثاليه والتعامل والله يا اخي نحن الشعب طيب ونحن الشعب مسكين ما هذا بيحصل لنا عشان احنا بندعي المثاليه وبندعي والله احنا مساكين ونحن ناس طيبين ونحن عشان كده بيعملوا فيك كده يعني. مفروض على الاقل الان مفروض يكون في موقف قوي كمان من مجلس اداره نادي الهلال.
قدموا شكوى فيه، انا زاد بكتب الشكوى بتاعتي بقدمها بالمستندات والصور. الان موجوده فيديوهات على اعلى مستوى توثق رحله الاهلي المصري من دخول السودان لحد ما خروجه من السودان، موثقه كلها موجوده بثواني ودقائق. ممكن يشيل الهلالات بيشيلوا الفيديوهات دي كلها، يمشي ويوصلها لاتحاد الكاف عشان يشوف وين هنا الغلط. ولمتين الناس حتقعد تسكت على المسائل المشاكل اللي بيعمل فيها الاهلي المصري في كل سنه على الاهلي يتغلب، مقومين الدنيا وقاعدين يعني. طيب يا اخي انت ما اتغلبت 4 من الريال مدريد، ما كان تقوم الدنيا وتقعد، المشكله ما كان تقومها برضه وتعملها، ما تقامش تقدم شكوى لاعلى مستوى والله غلبونا 4 لانه والله الحاصل 1 2 3. ما اتغلبت من فلامينجو 4. امشي يقول والله النجيله ما كانت تمام، رشوا لنا والله يا اخي بخار في ما عارف وين. ما تمرمطت في كاس العالم بتاع الانديه ده، ما لما جبت الزيت المشكله شنو يعني؟ وين الشكاوي بتاعتك؟ ما تمشي تقدمها اللجنه المنظمه لهذه البطوله. قول والله ما عملوا لنا استقبال كويس. لا خلاص ما في مشكله، المره الجايه حتلعب كوره في السودان لا فيها جماهير لا فيها حكام ولا فيها بتاع راي، بس كده بس يعني بسوي لك شنو يعني؟ يا اخي دي كره قدم، اذا غلطت تستحمل الغلب بتاعك يعني. استحمل الغلب بتاعك وانتظر المباراه الثانيه. قدرت تغلب ما في مشكله. لعبت الهلال قدروا ممكن يدبلوا لك الهزيمه الثانيه ما في مشكله. لان عارفين المباراه الجايه شكلها حيكون عامل كيف. كلنا كرياضيين الكوره دي العالم ده يبقى مفتوح. عارفين الاتحاد الافريقي لكره القدم حيسمح بدخول ما لا يقل عن 60,000 متفرج، دي عارفينها. ومجلس اداره نادي الهلال انتبه كويس للمساله دي. حيكون في شماريخ، اذا الكوره بالليل حتكون في شماريخ على اعلى مستوى. ولو هم منتظرين انه والله يا اخي تكون في يعني استقبال على اعلى مستوى وضيافه على اعلى مستوى لفرقه الهلال السوداني ويشيلوهم على اكف الراحه، يستبعدوا المسائل دي تماما يعني. لانه الان الشارع الرياضي المصري يغلي كالمرجل، نحن بنعرف الكلام ده كويس. انا بتكلم عن في الموضوع ده لانه الموضوع بيمس الكوره السودانيه. قد يكون في ناس عدد كبير من الناس بيعرفوا انا بشجع يا نادي، لكن زي ما قلت انا الموضوع لما يهبش كورتنا السودانيه التعبانه دي مرضى بنقبل فيها. عارفين انها كوره سجمانه ومرمده وروحها طالعه، كلنا عارفين الكلام ده. لكن كمان لما الموضوع يتجاوز مرحله الاستفزاز والسباب والكلام الفارغ الكثير، نحن بنقبل المساله دي يعني. لانه نحن ما عندنا قنوات سودانيه بتتكلم بنفس المستوى اللي بتتكلم فيه الان في القنوات الرياضيه المصريه زي ما بنشوف نحن كل يوم على مدار الساعه. ما شايفين احنا قدامنا يعني. لكن احنا بندعي المثاليه وبندعي والله يا اخي الانفه وبندعي الكلام الزي ده. احنا لو كان عندنا قنوات متخصصه رياضيه والله ممكن ترد رد اسوأ من هذه الردود اللي بنسمعها الان. الكوره السودانيه ماشيه بسجمه وبرماده، ده ماشي لقدام. المريخ اللي قال الاهلي المصري بنديك واحده برضه ما في مشكله، الهلال لقاك ثاني بيديك ما في مشكله. مثلا ما زي زمان. امشي اعمل كواريكك هناك، اعمل الجوطه بتاعتك، اعمل الزنبريطه بتاعتك هناك. يا اخي عملتوا لنا وجع راس ذاته يا اخي. نفتح اي مكان الاهلي المصري عاملين مظاهرات هنا وعاملين مليونيات بغاد وعاملين كواريك بغاد. يا اخي ما تتغلب يا اخي، المشكله شنو يعني؟ يا اخي الهلال بيمشي ثاني بيغلبك، المشكله شنو يعني؟ عملتوا لنا ذاته وجع راسنا احنا في راسنا ده ذاته يا اخي. طيب لو كان ضربه الجزديات كان حتعمل شنو؟ لو كان الهدف الحكم ده احتسب الهدف بتاع محمد عبد الرحمن كان حيحصل شنو؟ ما كان حتبقى 3 ولا 4 اهداف، كان حتعمل شنو؟ اذا جون واحد مقومين الدنيا ومقعدينها. يا اخي ما تتغلب، كانت غلبت كوره يا اخي، دي ما كره قدم يا اخي. النشطاء السوشيال ميديا اللي بيتكلموا يوميا بمحتوى فارغ ما عنده معنى، يتكلموا في المواضيع زي دي، دافعوا عن كورتنا السودانيه السجمان يعني. الحين ما بالغير نمشي نعمل فيديوهات ونتكلم كلام يعني والله ممكن يقلب الوسط الرياضي المصري ده فوق وتحت.
عموما الأندية السودانية برغم السوء بتاع الحاصل ده حتمشي بإذن الله تعالى لقدام، و حنمشي برضو ما في مشكلة. إن شاء الله المريخ بيجي يشتغل شغل كويس في المباراة القادمة. الهلالات برضو المسكنة والكورة بالمناسبة مع الاتحاد الافريقي ده بتتلعب برا الميدان، بتتلعب برا الميدان معروف. العبوا كوره صح برا الميدان، شغل الكوره ده خلوا اللعيبه جوا الميدان. العبوا كوره صح شغل مكاتب، شغل بتاع مكاتب كره القدم في افريقيا دي. الانديه الثمانيه الكبيره الان في افريقيا بتتصارع على دوري المجموعات، ده شغل بتاع مكاتب، ناس تشتغل شغل صح. عاملين لنا يا اخي مظاهرات ومليونيات في شارع الرياض المصري، السوشيال ميديا المصريه، ما بنترس عليكم كل شنو يعني يا اخي؟ ما ممكن يا اخي عاملين لنا يا اخي وجع راس من قبل 3 يوم في راسنا يا اخي. صراحة مادة نحن رو اف ام 106.6 106.6 اسمع وشوف الحياة.